أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من الأخبار المحلية والعالمية. أجريت اليوم الجمعة قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ختام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقاً يوم الأربعاء الماضي. وشهدت القرعة مشاركة 16 فريقاً، وهم أتلانتا، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بايرن ميونخ، ميلان، ايندهوفن، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، ستاد بريست، فينورد، يوفنتوس، سيلتيك، مانشستر سيتي، سبورتينغ لشبونة وكلوب بروج. نتائج قرعة الملحق جاءت كالتالي: المباراة الأولى ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، المباراة الثانية يوفنتوس ضد ايندهوفن، المباراة الثالثة ميلان ضد فينورد، المباراة الرابعة باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست، المباراة الخامسة بايرن ميونخ ضد سيلتيك، المباراة السادسة أتلانتا ضد كلوب بروج، المباراة السابعة بنفيكا ضد موناكو، المباراة الثامنة بوروسيا دورتموند ضد سبورتينغ لشبونة. ويشهد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تطبيق نظام الدوري لأول مرة، حيث تنافس 36 فريقاً في مرحلة المجموعات، وخاض كل فريق 8 مباريات ضد خصوم مختلفين، بمعدل 4 مباريات على أرضه و4 أخرى خارج الديار. وقد اختتمت هذه المرحلة بإقامة 18 مباراة في توقيت موحد يوم الأربعاء الماضي. وتأهلت الأندية 8 الأولى في جدول الترتيب مباشرة إلى دور 16، وهي ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل وأستون فيلا. بينما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 مرحلة الملحق المؤهلة إلى ثمن النهائي. ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 11 و12 من شهر فبراير شباط المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته. وستجرى لقاءات الذهاب على ملاعب الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 16 في جدول الترتيب خلال مرحلة الدوري. نشكركم على وقتكم. تابعونا دائماً للحصول على أحدث الأخبار عبر قناة النبض الإخباري.